واسأل الحاج ابو عبيده. لقطوها؟ لا كمان مرة؟ سنة الله يبارك. ايوه هي هذه اللي انا بدور عليه. بالك هذا بدون نشروه مش تخبوه. هذا مش لنشر الصورة. لا هذه لك. احنا وزيد وبارك ان شاء الله، وزيد وبارك ان شاء الله. الحمد لله. قبل شوي بقينا نقول ما حدث مفخر أولى للشعب، وهذا نموذج على السلاسل، وتظهر كل المكنونات. عندنا نظام وعندنا لجنة تفسير النظام وعندنا قانون وعندنا حضارة. كله هذا يلا خلاص انتم قبل شوي يا عم كمان قبل شوي هل مباشر ولا تسجيل كله تسجيل ثواني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني من حسن اختيار الله لنا وحسن أقداره لنا إنه يأتي هذا الموقف عشية ذكرى الإسراء والمعراج وما تحمل من دلالات عظيمة نحو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجدنا الأقصى المبارك. ولعلها من حسن أقدار الله لنا ومن الفعل الحسن إنه إن شاء الله رب العالمين تبدأ هذه الدورة مع ذكرى الإسراء والمعراج وما تحمل من دلالات حول إن شاء الله تحقيق هدف شعبنا بالتحرير والعودة والصلاة في الأقصى مطهرا محررا قريبا إن شاء الله رب العالمين. نحن يعني بهذه المناسبة التي تنتهي فيها جولة انتخابات رئيس الحركة في قطاع غزة، كنت قد علمت أنه أخي أبو عبيدة يقوم بالمغادرة ليأتي إلي، وكنت أجهز نفسي أنا وإخواني للمجيء، فأقسمت ألا يخرج وأن نأتي إليه إلى هذا البيت الكريم تقديرا مني ومن إخواني لهذه القامة الكبيرة والشخصية القيادية المرموقة في حركة حماس. خلال الأيام الماضية القليلة كتب الكثير عن أخي القائد الباشمهندس نزار عوض الله، وما كتب رغم أنه كثير حقيقة لا يمثل قطرة في محيط من فضل هذا الرجل، من سبقه، من جهاده، من تضحيته، من بذله، من إخلاصه، من صدقه، من وفائه، من أخلاقه ومن تقواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره وقدرنا جميعا، وأن يعلي شأنه وشأننا جميعا إن شاء الله رب العالمين، وأن يقبلنا وإياه في الصالحين. جئنا بصورة خاصة لهذا اليوم لنقول من هذا البيت الكريم بحضرة أخينا الكريم الباشمهندس أبو عبيدة إنه نحن في حركة حماس لا نتدافع على المسؤولية، نحن نكلف بالمسؤولية لندير العمل. نحن إذا تدافعنا نتدافع على البذل، نتدافع على التضحية، نتدافع على الشهادة، نتدافع على خدمة شعبنا وأمتنا ونحو تحقيق أهدافنا. نحن أخي أبو عبيدة خرج في كلمة مصورة، تحدث بكلام يعبر عن حقيقة هذا الرجل وعن أخلاقه السامية، وأنا أقول بكل وضوح وصراحة أنا أفتخر بأني أكون جندي عند أخي أبو عبيدة، وإحنا إن شاء الله رب العالمين مهما اختلفت المسميات أو المناصب نحن جميعا جنود في هذه الحركة اللي رفعت راية خدمة هذا الشعب والعمل على تحقيق أهدافه إن شاء الله رب العالمين بالتحرير والعودة. أنا في هذا المقام لابد أن أشكر إخواني أبناء حركة حماس وعموما وبنات حركة حماس من إخواني وأخواتي الذين يعني شاركوا وواكبوا هذه العملية
وكانوا على المستوى المأمول بهذا المستوى من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تنافس فيها إخوة كرماء كلهم على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة. إحنا يحق لنا يا إخواني وأخواتي في حركة حماس أن نفتخر بهذه الحركة وبالتزامها بالمؤسسية بالشورية بالنظم باللوائح بالقوانين. وقد راقب العالم كيف التزامنا بهذه النظم وهذه القوانين وهذه اللوائح وبعمل المؤسسات. هذه مناسبة أن أقول لشعبنا وأهلنا في كل بقاع الأرض أننا سنكون إن شاء الله رب العالمين الخدم لكم. أنا وإخواني في قيادة الحركة سنكون خدمكم.